ازاي بعد ما توفى شارك في مسلسل عصر الفرسان. الفنان صلاح قابيل اتولد يوم 27 يونيو سنة 1937 في محافظة الدقهلية. كمل دراسته الثانوية ودخل كلية الحقوق، بس بسبب حبه وتعلقه بالتمثيل ساب الكلية ودخل المعهد العالي للفنون المسرحية. بعدها اتخرج من المعهد وانضم لفرقة مسرح التلفزيون المصري اللي قدم معاهم مسرحية اللص والكلاب وليلة عاصفة جدا. قدم للسينما حوالي 72 فيلم، من أهمهم فيلم بين القصرين وزقاق المدق ونحن لا نزرع الشوك، وكمان أفلام تانية كتير. كمان شارك في مسلسلات زي بكيزة وزغلول. اتوفى في 3 ديسمبر سنة 1992 بسبب مضاعفات مرض السكر، وبعد وفاته ما كانش خلص كل مشاهده في مسلسل عصر الفرسان، وكان فاضل مشاهد قليلة جدا. وقتها فريق العمل استعان بابن عمه الكاتب محمد قبيل عشان يصور المشاهد اللي باقي. اكتبوا لنا في الكومنتات بتحبوا ايه من أعماله. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غالي.